السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية المشاهدين. اليوم جايبين تسجيل اخت دنيتي، وهي تعترف بلسانها ان احنا محولين حق دنيتي فلوس، ولكن البنك اللي عندهم بالبداية كان رافض لان دنيتي ما هي سعودية يمنية. طيب لا نطول بالسالفة ونحط التسجيل، ترقبوا القادم بعد هذا التسجيل. رحت الوسترن يونيون. شنو شنو وستريوريون؟ هذا وين صاير وستريوريون؟ هذا بالحي الطرب ولا بحي البخاري؟ حقش والحين انا راجعه قال لي نفس كلام هذاك، انتي ام مواطن. طيب الحين نفهمكم ما معنى كلمة مواطن. طبعا احنا كنا بنحول الفلوس على اسم دنيتي، ولكن ما نقدر. ليش؟ لان دنيتي ما عندها اقامة، فحطينا باسم اختها لان متزوجة واحد سعودي. ركزتوا الحين علشان نثبت لكم ان دنيتي ما عندها اقامة. خلينا نكمل التسجيل. لازم يكون الإقامة تكونين مثلا عندش مهنة وجهة عمل، يعني واحد يشتغل وعند جهة عمل. بمعنى لازم دنيتي تكون عندها إقامة وجهة عمل، ودنيتي منحاشة من كفيلها، والكفيل مسوي عليها تغيب 3 سنوات. تمام، نكمل معاكم التسجيل وافهمكم نقطة نقطة. قال لي كذا، غير كذا لازم تروحين تفتحين حساب في البلاد وتقدمين طلب. فخلاص اصلا هو بعد شهر بيرجع له الحوالة، ترجع ثاني ترسلي لأي أحد عنده إقامة ومهنة. شوفي يا عبد العزيز ولد عمي حسن، شوفي أي أحد. حتى التحويل قال لي نفس الشيء، لازم يكون عندك حساب عندنا عشان تحولين. تمام، يعطيك العافية يا أخي دنيتي. وأنا الحين بوجه رسالة حق دنيتي لا تحاولين تلفين وتدورين وتقولين هذا كله كلام فارغ. ما حد حول لي، وانا اللي احول وانا اللي اعطي فلوس. محمد المطيري بنفسه هذا محمد المطيري شنو قال؟ قال ان دنيتي المفترض ان تعطيني 200 ريال، ولكن نصبت علي علشان سالفة منتخب ما ادري شنو بالضبط. فدنيتي لا تحاولون تلفين وتدورين بالكلام، وكلي خيرة واحترمي نفسك. لا تتكلمين على عمتك ملاك العتيبي، فاهمة؟